السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام. ومع تداعيات وتوالي الاعترافات بمغربية الصحراء وإقامة وتأسيس قنصليات في المدن الصحراوية كالعيون والداخلة، هذه التداعيات تصل إلى قبة مجلس الأمن. هذه تأثير زخم الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء داخل مجلس الأمن، مع تزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتأييد مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي للنزاع المستمر منذ عقود. تتجه الأنظار إلى تأثير هذه التطورات على موازين القوى داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن. هذا التحول اللافت في المواقف الدولية يثير تساؤلات عديدة لدى المراقبين والمتتبعين لهذا الملف، لا سيما كيفية تأثير هذا التأييد المتامع على موقف الأطراف المتنازعة وإمكانية حدوث تقدم حقيقي قريبا نحو حل نهائي لهذا. وفي هذا السياق قال بوسلهام عيسات باحث في الدراسات السياسية والدولية إنه بينما تسعى أطراف إقليمية جاهدة إلى أن يطول أمد النزاع المفتعل في الصحراء المغربية لإضعاف المملكة المغربية التي أصبحت فاعلا إقليميا أساسا في الخريطة الجيوسياسية بالمنطقة، تشير مؤشرات والدينامية الإيجابية التي يشهدها دوليا إلى تغيير جوهري في ملابسة التعامل مع الملف داخل الأمم المتحدة انطلاق المستويات عدة. وأبرز عيسات ضمن التصريح للجريدة أن المستوى الأول يتعلق بإمكانية اصطفاف الدول التي ما زالت مترددة في الاعتراف بهذه الحقيقة التاريخية التي تجعل الصحراء المغربية جزءا لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية، مع التأكيد على تزايد رقعة دول مؤيدة لمغرب الصحراء والداعمة لمبادرة الحكم الذاتي. المستوى الثاني يرتبط وفق الخبير ذاته بمقاربة تدبير ملف الصحراء المغربية من قبل الأمم المتحدة كجهاز، ويتعلق الأمر بعمل الأمين العام والمبعوث الخاص الذي سيكون مضطرا إلى إدراج هذه المتغيرات وهذه الدينامية في تقريره حول الحالة بالصحراء المغربية، مع التذكير بأن عمل المبعوث الخاص سيكون مؤطرا بهذه الدينامية والواقعية الميدانية التي تفرضه نفسها. وأشار الباحث في الدراسات السياسية والدولية إلى طبيعة مقاربة مجلس الأمن لملف الصحراء المغربية، إذ يفترض أن يعمل على ملائمة مبدأ الملائمة قراراته مع الحقيقة الميدانية والواقعية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، عبر الانتباه إلى هذه الدينامية الدولية التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي ويعتبرها مجلس الأمن نفسه مبادرة واقعية وجدية منذ سنة 2007. فنتمنى من الله تعالى كل ما كانت توالي الاعترافات كل ما الملف قاعد يتحرك بسرعة، وفي نفس الوقت أندوزو دي زيتاب أخرين، وخاصة والمغرب يطمح إلى مقعد في مجلس الأمن بشكل دائم، وخاصة الأمين العام ديال الأمم المتحدة قال بأن أفريقيا خصها كرسي قار، خصها كرسي قار، وإن كانت الدول الأفريقية تطالب بمقعدين. كل إلا فضينا الصحراء فنكونوا افونتاجي بزاف، لحقاش ما عندناش شي حاجه اللي غتخدش الطلب ديالنا، بحكم مازال ما عندناش يقول لك هكا خدا المقعد باش يخدم المصالح ديالو، وان كانت هذه عندها احتمال بسيط. مشاهدينا الكرام، والى اخبار اخرى، ودمتم في حفظ الله.